تبع أي تنظيم هنا في سوريا؟ تنظيم كنت في النصرة ولا داعش ولا داعش. كنت تبع داعش؟ نعم. داعش. زي ما حكالي. نعم. احكي لي بقى قصتك. نعم. من أول ما قررت تيجي سوريا ماشي. لحتى الآن. أنا بسمعك. ماشي. اتفضل. أنا كنت في بلادي، تعلمت سنة 9 سنة في المدرسة، ثم ذهبت إلى المسجد، تعلمت قرآن، حفظ القرآن. مسجد. ثم أبي قال في مدينة إيه؟ مدينة أوش. في مدينة أوش. أوش. نعم. ثم قال أبي أنت تذهب إلى مصر تتعلم في أزهر الشريف. ثم سافرت إلى مصر. سنة كام؟ سنة 2010. قبل الثورة يعني؟ نعم، قبل الثورة، وقت مبارك. ثم بدأت تعليم شرعية في الأزهر. نعم، شرعية في الإعدادي. في مدينة إيه؟ مدينة القاهرة. القاهرة. نعم. ثم تعلمت تقريبا 3 سنة في الأزهر، إعدادي ثاني. ثم محمد حسن، برضه محمد حسن وعريفي، محمد التقيته؟ لا، ما التقيت، رأيته في التلفزيون. تلفزيون. وعريفي محمد العريفي. ايوه. محمد مرسي. محمد مرسي ده ما كانش بيدعو للجهاد ولا حاجه. قال جهاد في التلفزيون. ومحمد مرسي الرئيس محمد نعم مرسي نعم تقصد يعني. نعم، فرزين جهاد، هيا للجهاد إلى سوريا. يوم ما كان في الاستاد. نعم. لا، في سوريا، إلى سوريا. ايوه، يوم ما كان هو في الاستاد بيحتفل. يمكن خرج. لا، فلسطين استاد القاهرة. كان في حفل كده وهو دعا للجهاد في سوريا. نعم. هو محمد حسان ومحمد مرسي. نعم. نعم. اتفضل. ثم تكلمت مع واحد، مع صديقي، اسمه أبو محمد. صديقك مصري؟ لا، ليس عجم. من عندك قرغيزستان؟ نعم. برضه؟ نعم، ليس من قرغيزستان، لا أعرف، من تاجيكستان. من تاجيكستان. نعم. ثم كان بيدرس معاه. نعم. ثم هو قال نذهب إلى الجهاد. وبعدين جمعت نقود، كان عندي موتوسيكل، بعت هذا الموتور. موتور يعني؟ موتوسيكل يعني. موتوسيكل. ثم جمعت نقودي. ثم اشتريت تذكرة إلى تركيا. حتى مال عشان تكمل ثمن التذكرة؟ $213 فقط تذكرة. كم؟ ما أخذت نقود. هذا كفى. نعم كفى هذا. سافرت أنت ومين مع من؟ أنا وحدي. أنت وحدك. نعم. هذا يعني أنت اقتنعت بالسفر لوحدك؟ نعم. وسافرت لوحدك؟ نعم. هذا أبو محمد سافر قبل أسبوع. قبل أسبوع مني، هو وزعني واحد رقم من تركيا. ثم أنا سافرت إلى تركيا، اسطنبول. ثم اتصلت هذا شخص يوسف اسمه. ثم هو ثم يوسف ده إيه، تركي؟ ليس تركي، عجمي. برضه من تاجيكستان. لا أعرف ملته. يوسف.